المصري ما بيعرفش يقول لا. هو المصري ما بيعرفش يقول لا فقراتنا النهارده، فعلا. والفقره دي هتبقى ثابته معانا يا جماعه عشان نتكلم عن فتي المصريين. المصري ما بيعرفش يقول لا فعلا. ما بيعرفش يقول لا ابدا. هو ليه المصري ما بيعرفش؟ مش عارف يعني بجد ليه كل حاجه وليها حاجه. بطني وجعاني خدي مش عارفه ايه. يعني فتاي مش كلهم مش كلهم، لا بس والله مش لا كلهم. مش كله طبعا. بس الغالبيه يعني. يعني انا يعني لما بسال حد في الشارع شارع محمد حسين فين، يقول لك هو قال لك فين؟ هو مين اللي قال لك؟ يعني لا ده انا بستوقف عند دي، مين اللي قال لك؟ يعني مين اللي قال لي ايه؟ ما هو لو قال لي مش هسالك على فكره. لو قال لي ما كنتش هسال على فكره. احنا معانا تقرير نزلنا صورنا في الشارع صح؟ في تقارير معانا بقى، وعايزين نشوف المصري ما بيعرفش يقول لا ليه. تعالوا نشوف بقى. مين اللي شهق اول شهق للملوخيه؟ ام حسن. امي اكيد. هم الستات المصريين معروفين يعني من زمان. انا محمود رجب على طول. انا بجد؟ لا، والملوخيه الناشفه، سمعت عن الملوخيه الناشفه؟ عارفاها طبعا. والملوخيه الطريه. طب الخباز؟ لا ما تعرفها. عارفاها اللي بتطبخ. يعني هي الملوخيه ما بتطبخش، بتطبخ. اكيد واحده ست. طب ليه ما يبقاش راجل؟ عشان مفيش رجاله بتطبخ كتير يعني. اكيد واحده ست اللي اخترعت. طب ما في رجاله طباخين عالميين. كده طبعا في شيف. طب انت بذكائك كده تفتكر ليه مش راجل؟ يعني ليه لازم ان الست هي اللي تكون شهقت؟ لان الستات هم يعني اصل الطبخ يعني. راجل ولا ست طيب؟ والله امي واحده شهقت. راحت بسطها اول ما كانت ملوخيه حلوه، راحت عامله زي كده حاجه حلوه. قال لك ام حسن. عجبتني قوي ام حسن. اللي قال لك امي، اللي قال لك ايه، اكيد واحده ست يعني، اكيد معروفه يعني. الراجل الصعيدي الفلاح ده فكرني بشخصيتي في خطوط حمراء. ايوه صح. ده تكوني لا بتحكي تكونتني. والله العظيم يا جدع.